اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل الكشري المصري، كان مطلوب مني على القناه. هنعمله النهارده بكل خطواته مظبوطه. هعرفك ازاي تعملي البصل يطلع زي اكبر المحلات، مقرمش وفيه سكاره وكده، تحبي تاكليه كده حاف من حلاوته تاخديه تسليه. وهعرفك ازاي تعملي الدقه مظبوطه والشطه، ونعمل صلصه الكشري مع بعض. وهنعمل الرز بالبصل بالعدس بجبه بالشعريه ومكرونه كده. بصوا هنعمل شويه كشري عظمه يستاهلوا بقك. تعالي بينا كده نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه يا حبايب قلبي، انا جبت بصلايه كده، بصل ابيض. انا طبعا هنا عندي في البيت ما بياكلوش الورد زي ما بيقولوا كده اللي بيتحط على الكشري، انا بس اللي بحبه. فطبعا انا عملت بصلايه بس واحده كده على قدي، وقطعتها جوانح كده رفيعه كده، بسم الله ما شاء الله اهي. وعشان يبقى البصل معاكي مقرمش زي ما بنشوفه بره ومسكر وطعمه كده حلو، لازم يكون معاكي بصل ابيض. ده اول حاجه تبقي ماشيه عليها عشان يطلع معاكي حلو. انا باخد معايا رشه من السكر كده بسيطه، مش بنيجي نجيب كده الكشري من بره بنلاقي البصل كده فيه سكره وحلو، هو من رشه السكر اللي بيحطوها دي. وهنحط معانا، انا مش هستخدم دي النهارده، انا هستخدم نشا. هحط معايا كده يجي معلقتين من النشا او معلقه على حسب الكميه اللي عندك. اهو انا هدلق كده المعلقتين النشا اللي انا حطاها معايا في الطبق، دلقتهم كده على البصلايه. وهحط معايا رشه من الملح، عشان ايه؟ يبقى البصل بتاعنا كده ليه طعم، مش بنشوفه كده ايه، ما تيجي تدوقيه كده لوحده تلاقيه متظبط متملح وفي سكاره كده حلو ومقرمش معانا. هو الطريقه دي مظبوطه زي ما انا هعمله كده معاكم. طبعا عندي هنا زي ما قلت لكم ما بيحبوش، فانا اللي هاكل منه بس بحب احطه على طبق الكشري. فانا عامله بصلايه كده حلوه، اهم شيء يكون بصل ابيض. بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله. اهو هسيبه بقى كده لحبه بقى وهنحمره على كده. بصوا يا حبايبي، طبعا انا جبت معايا كده الحله هنزل عليها بالزيت. قبل ما اعمل اي حاجه انا هستخدم الزيت ده معايا في الصلصه، بس ما بحبش استخدمه في المكرونه. يعني ريحه الزيت بتاع قليه البصل بصراحه للمكرونه لا، انا ممكن اخد منه اعمل منه الرز بالعدس بجبه بشعريه زي ما هنعمله النهارده ماشي، اخد اعمل منه الصلصه ماشي، بس على المكرونه لا، بحط زيت نضيف على طول. انا مش حابه بصراحه عشان جربته بحس لا الريحه لا مش حباها في المكرونه، بحب ده لوحده وده لوحده. ده معايا بالبصل بتاعنا وهنفرفطه كده ايه علشان كله ياخد درجه كده حلوه من اللون الذهبي معانا. بسم الله ما شاء الله. طبعا بقى تبقى ايدينا فيه علشان ياخد كله لون ذهبي موحد. انا نزلت بالبصليه بتاعتي اللي انا عاملاها كده، هفطر بس ايدي كده شطفه. بصوا حبايبي اديله بس كده تقليبه خفيفه. طبعا انا من عشاق البصل ده اللي هو الايه الورد بتاع الكشري، هو بالنسبه لي بصراحه اللي بيدي الطعم للكشري بحاله، هو والرز بالعدس بجبه اللي بنعمله بالبصلايه الجامد ده اللي هنعمله مع بعض دلوقتي. هو ده بالنسبه لي الكشري. اما تقولي لي ما تحطيش على الوش الورد ويبقى في عدس بجبه كده بالرز، لا ما احسش ان انا باكل كشري، احس ان انا باكل مكرونه عادي. لازم الكشري بالنسبه لي بصل ورز بعدس بجبه، مش شرط كمان بالنسبه لي في شعريه او لا، بس انا هظبطه معاكم النهارده. هنعمله برز بعدس بجبه بالبصل، وهنعمل معاه الشعريه المتحمره كله في حله واحده. وعلى فكره انا عملت كذا مره الكشري اللي هو في حله واحده، بس انا هعمله النهارده كده كل حاجه لوحدها، علشان انا عندي ما بيحبش الكشري فياكلوا مكرونه بصلصه بس. فانا هضطر المره دي اعمل المكرونه لوحدها في حله، وطبعا الصلصه في حله، ونعمل الورد دوت اللهم صل على النبي، ونعمل الرز في حله تانيه، ونعمل مع بعض النهارده الشطه والدقه وايه. هنظبط النهارده اكلتنا يبقى الكشري المصري على حق، بصوا على اصوله زي ما بيقولوا. هنخلينا كده بصوا، اهم شيء ايدك في البصلايه كده علشان تبقى كلها واخده لون واحد، ما تبقاش في واحده ملسوعه وواحده ايه لونها ني كده ومطريه. كده كده احنا لما هنحمره هنحطه معانا على المصفى، او تحطيه على طبق فيه منديل، بس انا بحس اللي هو على مصفى افضل، بينزل الزيوت وبيفضل مقرمش لحد ما تخلصي اكلك لحد تاني يوم كمان. انا بالنسبه لي البصلايه دي ممكن تقعد معايا النهارده وبكره، ليا انا كشخصيه انا هتقعد معايا النهارده وبكره.
اما بقى لو عندك بقى اطفال في البيت بيحبوها او الاولاد عندك بيحبوا البصل اللي هو الورد على الوش الكشري، طبعا مش هتكفيكي بصلايه ولا كيلو بصل تعمليه عشان تكفي البيت بألف هنا وشفا لله. بصوا كده ما شاء الله يبتدي ياخد معانا اللون كده. بصوا ما شاء الله، ان شاء الله تجربوه هيعجبكم جدا. اهم شيء يا حبايبي انا عماله اقولها كذا مره، لازم البصل معانا لازم يكون بصل ابيض. انا جربته ببصل احمر، جربتيه يا احمد؟ جربته، لا ببصل ابيض احلى بكتير ومسكر كده وحلو زي بتاع المحلات. واحنا عايزين نوصل لنفس الطعم بتاع المحلات، نحس ان احنا عاملينه في البيت وبنظافه وحاجه حلوه في بيتك عاملاها بألف هنا وشفا. بصوا اللون بتاعه ابتدى يعمل معانا ازاي. اهدي حاجه بسيطه على النار علشان برضو كله يبقى ايه، مفيش حاجه تحرق مننا. لو تلاحظوا بصوا انا ما شلتش ايدي خالص من عليه وانا معاكم. بصوا انا معاكم البصلايه كلها وانا معاكم. بسم الله ما شاء الله. حتى عايز يجيب معايا المصفى. بسم الله كده معايا. دي بلاستيك بس مش مشكله عادي تمام، عشان نشيل معانا البصل على طول. انا مش عايزه اغمقه قوي عشان ما يمررش مننا. لما بتغمقيه زياده عن اللزوم بيمرر. بصوا كده ما شاء الله. يطلع معانا ان شاء الله زي الفل ومقرمش وزي الفل معانا. بسم الله. هشيله انا بقى استكفى باللون ده كده وهشيله معايا كده على طول. احطه معايا على المصفى. بسم الله ما شاء الله. ده يا دوبك على قد الطبق بتاعي اللي انا هاكله النهارده. بصوا هو اول اصلا ما بيبتدي يتحمر بتلاقيه كش معاكي في قلب الايه، الطاسه او الحله اللي انت بتقلي فيها. طبعا انا عملت في الحله اللي اعمل فيها الصلصه عادي. لو طعم البصل في قلب الصلصه ده بيبقى بيدي طعم الصلصه، تبقى لها طعم كده ونكهه كده مميزه زي بتاعت بره بالظبط. هنشيل كل الفتافيت اللي نازله في الزيت دي كده، ده كله من البصله اللي احنا عاملينها. بسم الله. بصوا ما شاء الله مفيش حاجه اتحرقت مننا وزي الفل معانا كده. بصوا حبايبي نفس مكان البصل زي ما قلت لكم هحط التوم بتاعي اهو. بسم الله ما شاء الله. طبعا انا عامله شويه توم كده حلوين في الكبه علشان اعمل حساب للدقه معايا. سبت برده هنا يجي معلقه كده حلوه كده من الناحيه الثانيه، الم اللي في الكبه كله واعمله برده للدقه معانا لما نيجي نعملها مع بعض. بس كده ايه، قلنا ننزل بالتومه كده عشان نعمل الصلصه بتاعتنا الحلوه بتاعه الكشري. استنى كده التومه تاخد معانا لون كده ذهبي فاتح عشان ننزل بالصلصه على طول. بصوا حبايبي انا مستنيه التومه تاخد كده لون ذهبي فاتح. هي خلاص اهي خدت اللون الذهبي الفاتح. انا وطيت عليها عقبال ما ايه فرمت شفشق الطماطم بتاعي. معايا كده مصفى. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. بصوا بخلي التومه فاتحه معايا كده زي ما باينه معاكم في الكاميرا، بتبقى مغيره بطعم الصلصه. ما تغمقيش معاكي التومه. لما بتغمقي التومه طبعا انا ايدي نضيفه عشان انا بعمل بايديا اهو. اللهم صل على النبي. لما بتغمقي التومه بتمرر معاكي الصلصه وبتخليها مش حلوه قوي، تحس انها الصلصه مشعوطه كده. لما التومه بتبقى لونها ذهبي كده حلو بتبقى حلوه بصراحه. وعايزه اقول لكم ان البصل طلع مسكر عسلي. عايزه اقول لكم ان انا دوقته لعيالي عشان يشوفوا طعمه عامل ايه. قالوا لي الله ده مسكر وجميل. بس على مين بقى، خلاص انا مش هقطع بصل تاني المره الجايه بقى وعليكم خير. انا هوريكم طالع مقرمش ومسكر وبصراحه جميل. هقوله لكم على طول اهوت بس بعد ما اصفي الطماطم على طول. بسم الله ما شاء الله. طبعا هم بيحبوا صلصه كتير في قلب الكشري، فهتلاقيني انا عامله الشفشق كده كامل. وعايزه اقول لكم ان الصلصه دي احتمال تخلص من قبل الكشري كمان، لان هم بيزودوا صلصه شويه على الكشري. صفي بقيه الطماطم كده معانا. بصوا حبايبي انا صفيت بقيه الصلصه. بصوا حبيت اوريكم. بصوا البصل ارفعي كده يا توتو الكاميرا شويه. بصوا ما شاء الله يا رب تكونوا سامعين الخرفشه. عايزه اقول لكم بصوا اللهم صل على النبي، ولا خد وقت معانا ولا حاجه اهو. وعايزه اقول لكم مسكر وطعم، اتاخد منه حبه للي بيقولوا احنا مش هناكل بصل. بس انا مش هعمل تاني خلاص، المره الجايه بقى وعليكم خير ابقى اعمل. بصوا بقى ما شاء الله اللهم صل على النبي كده حاجه ايه ذهبي وحلوه. اللهم صل على النبي. هخبي انا بقى دولت عقبال ما اخلص الكشري عشان اقدمه معاكم وانا حاطه عليه البصل ما يبقاش من غير بصل.
بصوا كده هجيب معايا مكعب مرق كده حلو واسقته معايا في قلب الصلصه، وهجيب معايا رشه من الملح. انا هظبط بقى الاكل بتاعتي عشان اسيب كل حاجه تستوي عشان اشتغل انا بقى ايه في الرز بتاعي. وعايزه اقول لكم ان انا حاطه الحمص معايا بيتسلق، وراهم كده يا توتو. بصوا ما شاء الله الحمص اهو حاطاه معايا برده بيتسلق، هاخد منه برده للكشري اهو. ولو اتفضل منه كمان ممكن اعمل منه كده ايه شويه حمص الشام كده حلوين اهو. اللهم صل على النبي. بصوا الله اكبر. اسيبه بقى كده بيتسلق سلقه حلوه، حتى بس فيه رشه سكر، مش هحط له الملح دلوقتي لما احس انه خلاص استوى ودخل في السوا. طبعا احنا حطينا هنا الملح وحطينا المرق الدجاج. احط معايا رشه من السكر عشان حموضه الصلصه. بسم الله. احط رشه من البابريكا عشان تدي لون حلو للطماطم معايا. واحط رشه من الكمون، طبعا الكشري بيحب معانا الكمون اهو. ونحط رشه من الكزبره وفلفل اسمر حبه حلوين كده، ورشه شطه بسيطه خالص عشان تدي معانا كده ايه الصلصه بتاعتنا تبقى حلوه كده ومتظبطه. بصوا ما شاء الله. اللهم صل على النبي. كده احنا خلصنا الصلصه بتاعه الكشري بتاعتنا، هنسيبها تتسبك. وعملنا البصلايه بتاعتنا خلاص، والحمص معانا شغال على البوتاجاز. وهشغل برده دلوقتي معايا هجهز عشان اعمل الرز بالعدس بجبه بالبصل. هتدوقوه على طريقه ام احمد كده، حاجه تستاهل بقكم. طبعا يا حبايبي كده الميه معايا على البوتاجاز عشان اسلق المكرونه. انا جايبه معايا كيس سباكيتي بقطعه كده 3، انا بقطعها كده على 3. وهحط معاه كيس مرمريه اللي هي كيس المكرونه الصغير، اصغر مكرونه عندنا زي ما بناكله بره في المحلات، بتبقى مكرونه صغيره خالص ومكرونه سباكيتي. بس هما هناك بيعملوه رز طبعا بشعريه، وبيكونوا سالقين العدس اللي بيقولوا عليه كهرمان ده وبيتحط على الوش. لا احنا بقى الكشري المصري بتاعنا البيتي اللي على اصوله بنعمله بقى ايه بالطريقه بتاعتنا دي زي ما هنعمله. طبعا انا حطيت كده الكيس السباكيتي، هحط معايا كيس التحمير اللي هي المكرونه الصغيره خالص، هي دي اللي بنستخدمها في الكشري اللي هي دي. بصوا هوريها لكم اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. دي يا حبايب قلبي المكرونه الصغيره خالص اهي كده. حطيت كيس سباكيتي وكيس مكرونه صغيره. دي المكرونه بتاعتنا اللي احنا هنسلقها. وطبعا ما ننساش معلقه الملح بتاعتنا بتاعت السليق. بس ادي تقليبه كده بسيطه واسيبها تتسلق معايا. تعالوا نبص بصه كده معانا على الصلصه نشوف اخبارها ايه. الحمص طبعا هشيله دلوقتي. بصوا ما شاء الله. سيب كده معانا المكرونه. تعالي وسعي لي كده يا منى، وسعي لي كده، ارفعي ايدك انت الناحيه الثانيه. انا ما نشوف الحمص بتاعنا. الصلاه على النبي. بصوا الحمص خلاص ابتدى خلاص هيسيب القشره بتاعته كده. هحط له دلوقتي الملح عشان يبقى متدعم معايا وكله يبقى الاكل بتاعنا متطعم ما يبقاش في حاجه. بصوا تعالى بصوا اللهم صل على النبي. بصوا الصلصه بتاعتنا الصلاه على النبي سبكت معانا اهي. بس انا حابه اتقلها كمان شويه صغيرين عن كده كمان علشان انا بحب الصلصه بتاعتي تكون تقيله شويه، فلما تحطي منها تبقى ثابته على الطماطم كده على المكرونه ما تاخدش ما تنزلش ما بين المكرونه، تبقى ثابته زي ما هي كده ايه على المكرونه معانا. بحبها تقيله كده. هسيب الصلصه معايا والمكرونه تتعمل. هشيل معايا الحمص دلوقتي عشان هنعمل مكانه الرز دلوقتي بالشعريه بالعدس بجد. بصوا يا حبايبي دي الحاله اللي كانت مطرح الحمص. بصوا الحمص معايا ما شاء الله لا قوه الا بالله، وشطفته وغسلته ولا مقشر ولا اي حاجه اهو معانا. وحطيته كده معايا كده بشويه ميه بملح وسبته برده. اللهم صل على النبي. دي الحله اللي مطرح الحمص، مش شرط اغسلها بقى، قلت اعمل مكانها الرز عادي. هو مكان الحمص ما فيهوش حاجه يعني مش متوسخ ولا حاجه، احنا غاسلينه ومسلوقه زي الفل. حط كده شويه ايه زيت حلوين عشان منا مقربه قوي بالتليفون مش عارفه اشوف بصراحه. وعامله كده بصلتين حلوين كده، دول بقى اللي هيطعموا لنا. اتوصي بقى في البصل بتاع الرز ده. عايزه اقول لك الرز ده ممكن تاكليه كده لوحده من حلاوته. شوفي بقى لما بنكتر فيه البصل كده مع العدس بجبه بقى وشويه الرز بيبقى في حته تانية بصراحه ربنا. انا لو اتفضل منه شويه رز لوحده انا ممكن اكله كده جنب شويه سلطه او بدايه مسلوقه وحلو وزي الفل معايا، بيبقى طعمه مسكر ومعسل. بالذات الرز بعدس بجبه، احنا عارفين ان العدس بجبه بديل اللحوم، فما شاء الله لا قوه الا بالله حاجه كده جميله. بصوا هنشوح بقى البصل بتاعنا ده لحد ما ياخد كده لون حلو كده عشان نشوف هننزل بيه ايه. هحط بس رشه ايه ملح بسيطه كده، وهجيب رشه من الفلفل بسيطه للبصلايه.
وهديله بقى كده لون حلو. اول ما ياخد لون هنشوف هنعمل فيه ايه. بصوا يا حبايبي البصلايه بتاعتي ما شاء الله خدت لون حلو قوي. انا بحب اللون ده في الرز، اي رز بصراحه بحب اللون الذهبي الفاتح ده. هجيب معايا كده الكاتل فيه ميه مغليه، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنحط كده على قد ما احنا هنسوي بقى الرز بتاعنا، مقدار الرز والعدس الجبه والشعريه. بصوا كده ما شاء الله لا قوه الا بالله. عايزه بقى انت تزودي مقدار الرز على قد كميه الافراد بتاعتك براحتك خالص. انا بحط الميه على قد الرز والعدس الجبه اللي انا هسويهم على حسب ما ايدي انا واخده. طبعا احنا عارفين كل كوبايه الرز بتاخد كوبايه ميه، ده الطبيعي بتاعها. طبعا انا اول ما حطينا كده الميه بتغلي كده على البصلايه، هقوم جايبه معايا معلقه من الكمون، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كمون معايا اهو، وهحط معايا فلفل اسمر، وهاخد حاجه بسيطه رشه من الكزبره، حاجه خفيفه كده خالص. وهجيب معايا بقى ايه ظبطي الملح بقى بتاعك، وهحط معايا مكعب دجاج. انا في الرز هاخد واحدتين من الماجي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اظبطي يا ماما التليفون في ايديكي. احط الماجي اهي كده، حطينا رشه فلفل، كمون، كزبره، وحطينا الماجي والملح. لا الملح لسه هنحطه اهو مع بعضنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ظبطي بقى كانك بتحيقي شوربه بتاعتك بالظبط اهي. حطيت رشه التوابل اللي احنا حطيناها اللي قلنا عليها، الملح والفلفل والكمون والكزبره والماجي اهو. دي تقليبه كده هياخد الغلوه ده كله مع بعضه كده. انا بالنسبه لي عايزه رشه ملح صغنطوطه كمان، انا دقتها بس. دي تقليبه كده، سيبها كده تاخد غلوه كده البصلايه في الميه بتاعتها، عقبال ما انا ادي شطفه للعدس. بصوا وريهم يا توتو العدس بتاعنا، انا منقياه ونقعاه وسايباه في الميه بتاعته. بصوا الميه بتاعته حتى، بصوا الميه بتاعته رايقه خالص اهو، خالص نضيفه معايا خالص، عشان لما اسقطه هنعمل معاه في قلبيه الرز مع بعض. هستنى بس البصلايه تاخد غلوه واحده كده واسقط العدس على طول معايا. بصوا اول ما البصلايه يا حبايبي تاخد غلوه كده في الميه المغليه اللي احنا حطيناها والبهارات اللي تبلناها، هنزل معايا بالعدس الجبه اللي احنا منقيينه ومخلينه زي الفل وغاسلينه غسله حلوه ونقعينه. بصوا مخلينه زي الفل معانا كده اهو، اللهم صل على النبي. انزل ده ربع كيلو من العدس الجبه. حاطه الاول 3 بصلات ومتبلين، شفنا مع بعض ازاي، وحاطه ربع كيلو من العدس الجبه معايا. طبعا هخليه بقى ياخد ويغلي مع بعضه كده لحد ما احس ان العدس الجبه دخل في النص سوا، ونرجع نشوف هنكمل ازاي. بصوا حبايب قلبي، اول ما العدس خد معايا كده نص سوا في قلب الميه اللي احنا متبلينها مع البصلايه كده، هنزل معايا كده بحوالي نص كيلو من الرز. انا عامله مقدار ايه يا ام احمد؟ انا عامله مقدار نص كيلو رز، ربع كيلو عدس بجبه، وربع كيلو شعريه. هدي تقليبه كده للجمال بتاعنا ده كده. عايزه اقول لكم الرز ده خطير 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 ما شاء الله. طبعا اهو معايا، لو انت شايفه بقى انه ما هيحتاج معاكي ميه عادي ممكن تزودي. بصوا كده. وايه تاني حطاه يا ام احمد؟ هقول لكم انا جايبه معايا ربع كيلو من الشعريه ومحمراه معايا. بصوا كده وريهم يا توتو، في قلب سمنه بلدي، وهنزل مع الرز بالعدس الجبه كله هيستوي مع بعض في حله واحده، وهيبقى شويه رز عالميين بمعنى الكلمه. بصوا كده، الصلاه على النبي. ندي بقى تقليبه كده ونشوف لو احتاج اي حاجه بسيطه من الميه هنزوده حاجه بسيطه. انا شايفه انه هيحتاج حاجه بسيطه من الميه بالعين كده، اللي انا شايفاه ان هو هيحتاج حاجه بسيطه. وهسيبه كده. انا هجيب معايا شويه ميه كده لسه في الكاتل سخنين، هنزل كده بيهم. بصوا لسه حتى بتطلع البخار بتاعها اهي، بسم الله ما شاء الله. ودي بقى التقليبه بتاعتي الحلوه. طبعا مظبطين الرز بتاعنا الحياء بتاعه ومخلينه معانا زي الفل. بصوا هيبقى رز بالعدس بجبه بالشعريه، حاجه كده تستاهل بقكم، معمول بالبصلايه فمسكر ومعسل ويستاهل بقكم. هسيب بقى الرز بتاعنا كمان يستوي عشان هنعمل مع بعض الشطه والدقه. بصوا حبايبي، في قلب الطاسه اللي انا كنت محمره فيها الشعريه عادي، هنزل كده معلقه زيت كده واحده،
وهجيب معايا كده اللهم صل على النبي فصين الثوم اللي احنا فرمينهم بقرن شطه من الاخضر اهو. بسم الله. يا دوبك هنشممهم النار، مش هنديهم لون ولا حاجه، هنشممهم كده النار، نحس بريحه التومه، عشان احنا هنعمل الدقه على البوتاجاز كده اهي ما شاء الله. لو حابه تعمليها على البارد براحتك خالص، مفيش اي مشكله. بس مسافه ما نشم بس كده ريحه التوم يدي كده ايه، حاجه خفيفه كده معانا. بسم الله اللهم صل على النبي. لما بعملها كده على البوتاجاز بتبقى الدقه مركزه معايا وخطيره بصراحه. مش هنصفرها، هنديها بس ايه تشويحه كده خفيفه. اول ما تاخد معانا كده تشويحه خفيفه ننزل معانا بربع كوبايه من الخل. بسم الله. وهجيب معانا نص كوبايه من الميه وليمونتين، بس انا لسه هجيب الليمون دلوقتي، انا بس الليمون هعصره في الاخر. وهحط معانا معلقه من الملح، ظبطي يعني الملح بتاعك بتاع الدقه، معلقه كده صغيره من الملح. وهحط معانا معلقه كده من الكمون، معلقه صغيره من الكمون. ونحط معانا رشه من الفلفل الاسمر. دي الدقه معانا اللي على السخن اللي احنا بنعملها على البوتاجاز، بتبقى معانا خطيره. حابه بقى تديها لون خفيف كده زي ما انا هديها، بقوم واخده معلقه كده من الصلصه اللي احنا عاملينها اهي، معلقتين كده خفاف كده من الصلصه، نديها بس لون خفافي كده معانا للدقه بتاعتنا. بصوا كده، الصلاه على النبي، احلى دقه ممكن تعمليها. بس انت هتزوديها ايه تاني يا ام احمد؟ اول ما هتاخد معايا غلوه كده على النار هطفي عليها وازود لها ليمونيه واحده، وكده الدقه معايا خلصت، مفيش اي مشكله كده معايا. كده الدقه معايا كده جاهزه. بصوا ابتدت تاخد معايا غلوه، عشان طبعا انا حاطه لها ميه من الكتل. فبصوا الصلاه على النبي، يا روايح الشتا الجميله بتاعه الكشري والدفا، ما شاء الله لا قوه الا بالله. هجيب بقى انا كده معايا الليمونه واعصرها عليها. بصوا يا حبايبي، جبت معايا الليمونه كده، شلت منها البذر واحطها كده على البارد معايا خالص. بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله. عايزه اقول لكم طعمها حكايه، بس انا زودت لها ملح بصراحه ربنا. انا كنت قايله لكم معلقه ملح صغيره، لا ده خدت معلقه ملح كبيره بتاعه الاكل بتاعتنا. الكميه اللي احنا حطيناها ربع كوبايه خل، نص كوبايه ميه، معلقه الثوم بالشطه اللي حطيناها، رشه الكمون والكزبره او الفلفل، خدت معانا معلقه ملح من دي، وعليها الليمونيه الكامله. بصوا عايزه اقول لكم والله العظيم ولا احلى محل بتاع كشري، الدقه بتاعته خطيره خطيره خطيره. هنعمل مع بعض دلوقتي الشطه. تعالي كده يا توتو، الشطه بتعمليها ازاي يا ام احمد؟ انا بجيب معايا الصلصه بتاعتي العاديه اللي انا عاملاها خالص. بسم الله هوريكم دلوقتي. تعالي كده يا توتو، بصوا الصلصه بتاعتي اللي انا عاملاها بتاعت الكشري العاديه خالص. بصوا الزيت طبعا طالع على الوش بتاع الصلصه، الصلاه على النبي. بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا باخد كده منه شويه مع الصلصه، وهنزودها دلوقتي وهنظبطها واوريكم بنعملها ازاي. بصوا كده بنفس الشكل ده كده. طبعا احنا هنا الاولاد مش بيحبوا الشطه كتير، بس انا هوريكم برده زي ما بنجيب من بره، هوريكم شكل الاكل بتاعنا حتى لو احنا مش هناكل منها، بس حابه اعرفها للحبايب. بنحط معانا معلقه شطه مليانه من الاكل بتاعتنا الكبير، ونقلبها في قلب الصلصه بتاعتنا اللي احنا حاطينها، ونحط معاها حوالي معلقه من الخل اهي بس كده. حابه تخففي عن كده بتحطي حاجه بسيطه من الميه المغليه معاكي، غير كده خلاص ولا اي حاجه. دي الشطه بتاعتنا اللي احنا بنعملها في البيت بتاعنا وماشيين عليها بصراحه، بنعملها باستمرار. هي دي الشطه اللي بنعملها في بيتنا اهي. يمكن الكاميرا مفتحاها شويه، هنا لونها داكن شويه. دي الشطه بتاعتنا، وادي الدقه بتاعتنا اللي عملناها معاكم على البوتاجاز. جربوها ان شاء الله هتعتمدوها، لان ديت الكشري ده بالذات ما يختلفش عليه اتنين، لان طعمه بصراحه حكايه. اول ما الرز بقى معايا يستوي يا حبايب قلبي نيجي اوريكم شكل الرز بتاعنا احلى. بصوا حبايب قلبي الرز بتاعنا اللهم صل على النبي، عايزه اقول لكم حاجه كده عسل تستاهل بقكم. شايفين طبعا الشكل والفلفله اللي هو فيها. تعالوا نغرف كده مع بعض كده طبق كشري كده معتبر. بسم الله ما شاء الله. طبعا انا متعوده الاول انا لما باجي احط الكشري بتاعي بحب احط كده الاول من تحت شويه المكرونه بتاعتنا
بسم الله. الكميه بقى اللي انت شايفاها اللي هتاكليها بألف هنا وشفا للي ياكل، كميه حلوه كده معانا. هنودي الحله كده لورا. بسم الله الرحمن الرحيم. نغرف معانا شويه من الرز المفلفل بتاعنا ده. اللهم صل على النبي. بصوا الرز بتاعنا، الله اكبر. بصوا الحلويات، حاجه كده عسل تستاهل بقكم. بسم الله ما شاء الله. بصوا كده، اللهم صل على النبي. شويه كشري مصري اصيل، والعدس بجبه مستوي معانا. اللهم صل على النبي. بصوا مستوي معانا العدس بجبه والشعريه والرز مفلفل، وكله معانا في قلب حله واحده. وهناخد حاجه بسيطه بس كده من المكرونه كده. بصوا اللهم صل على النبي. والصلصه بتاعتنا الحلوه دي، تعالوا ما ناخد بقى حبه الصلصه بتاعتنا دي. بسم الله ما شاء الله. ندلق كده على الطبق الكشري بتاعنا، وبألف هنا وشفا للي يجرب الكشري المصري بتاع ام احمد، وان شاء الله هيعجبكم وهينول رضاكم. وبألف هنا وشفا يا حبايب قلبي. انا حبيت بس كده اجربه معاكم واوريكم شكل الكشري المصري بتاعنا. تعالوا بينا كده نشوف بقى هنكمل ازاي. ونحط معانا كده شويه حمص. ارفعي ايدك يا توتو عشان اعرف انا اتحرك حبيبتي. طبعا الحمص بتاعنا اللي احنا ايه، اللهم صل على النبي. شوفوا الحلويات بقى، كتري بقى وما تستخسريش. الف هنا وشفا. عامله انت الحاجه في البيت بتبقى ليها طعم تاني ونفس تاني، وبتبقى ببركه كده ما شاء الله. ربنا بيزيد في الحاجه لما بتعمليها في البيت خلاف بره. والبصل بتاعنا المقرمش بتاعنا الورد ده، بصوا، وبألف هنا وشفا يا حبايب قلبي. وده كان اكلنا النهارده، طبق الكشري المصري بتاعنا اهو. وريهم كده يا توتو. ادي طبق الكشري المصري بتاعنا، بسم الله ما شاء الله. وادي الدقه بتاعتنا اللي عاملينها على السخن، ودي الشطه بتاعتنا اللي عاملينها. وده كان اكلنا يا حبايب قلبي. استاهل منكم اللايك والاشتراك اللي مش عامل اشتراك عشان قناتنا تكبر بيكم، وفعلوا زر الجرس